كانت بريندا بونت مقربة من شقيقتها ليندا للغاية، لدرجة أنها قد استأجرت شقة في نفس المبنى الموجود في شقة ليندا. كانا يتناولان الإفطار سويا كل يوم تقريبا. وفي أحد الأيام صباحا أرسلت ليندا ابنها إلى شقة بريندا يدعوها لتناول الإفطار مع والدته كالمعتاد. طرق الفتى الباب كثيرا ولكن بدون جدوى. علمت ليندا حينها أن هناك شيء خاطئ. اتصلت بالشرطة على الفور ليحضروا ويروا ما المشكلة. أول شرطية وصلت إلى المكان حاولت الطرق مرارا وتكرارا حتى تجيبها بريندا، ولكن لا فائدة، ليس هناك إجابة. لاحظت حينها الشرطة وجود نافذة من شقة بريندا مفتوحة بعض الشيء، وعند النظر بالداخل لاحظت جسد بريندا ملقى على الأرض، وحينها علمت أن عليها الدخول عنوة. بالداخل كان جسد بريندا ملقى على الأرض في وضع الجنين، وكانت عيناها مفتوحتان، ولكن كان من الواضح أنها فارقت الحياة. بدأت شقيقتها ليندا بالصراخ والبكاء، وتواصلت على الفور مع عائلتها لتخبرهم الخبر الأليم. وصل المحققون إلى مكان الحادث، وكان الأمر بشعا، حيث كانت الدماء في كل مكان في الشقة. كان المكان صغيرا، فقد كانت شقة بغرفة واحدة ومطبخ وحمام، ولكن الشيء الذي لفت نظر المحققين هو وجود لدغات وجروح متعددة في كل أنحاء جسد بريندا، وكانت بريندا أيضا عارية تماما. فكان يتحتم على المحققين طلب تشريح كامل للجثة وطلب تحليل اعتداء جنسي للجثة أثناء عملية التشريح. حاولت الشرطة البحث عن الأسلحة المحتملة التي تمت بها الجريمة في مكان الحادث، ولكن لم يعثروا على شيء. لم يترك المشتبه به أي أثر خلفه. كانت النظرية الأولية للمحققين هي أن بريندا كانت تعلم قاتلها وسمحت له بالدخول، فلم يكن هناك آثار دخول قسري على الباب أو النافذة. ركز المحققون على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من بريندا، مثل أختها ليندا وصديقها ديكرا تشافيس. بدأوا في استجوابها وطرح الكثير من الأسئلة، ولكن ليندا كانت في حالة هستيريا لفقدانها شقيقتها، ونفت أي تهم عنها أو عن صديقها، حتى أنها خضعت للاستجواب وتحت جهاز كشف الكذب ومرت من الاختبار. كانت غاضبة كذلك من الشرطة لأنها توجه نظرها إلى المكان الخاطئ. كانت تريد منهم العثور على القاتل الحقيقي بأي ثمن. تم تقديم أكثر من 75 عنصرا تم تقديمه إلى مختبر الطب الشرعي والبحث الجنائي في قضية بريندا دو بونت. استطاع الخبراء تحديد وجود سائل منوي من تلك العناصر، وتيقنوا حينها أن هناك عنصرا جنسيا متورطا في هذه القضية. في ذلك الوقت كان من الصعب تحديد هوية أي شخص عن طريق الحمض النووي. لقد كانت تلك التكنولوجيا في بدايتها، وكانت قواعد البيانات فارغة تقريبا، حيث أنهم لم يبدأوا بعد في تجميع وتسجيل الحمض النووي للآخرين عند هذه النقطة. كان الهجوم على بريندا وحشيا، واعتقد المحققون أن ليندا وصديقها كانا سيسمعانها وهي تصرخ بما أن شقتيهما متقاربة. استجوبوا ديكر صديق ليندا، واستجوبوا ليندا نفسها بخصوص هذا الشأن، ولكن للأسف كانت ليلة مقتل بريندا مليئة بالبرق والرعد، وحالت تلك الأحوال الجوية السيئة بين سماعها لأي شيء صادر من شقة بريندا. أجرت الشرطة مئات المقابلات لحل تلك القضية، ولكن كانوا دائما ما يصلون إلى حائط مسدود في كل مرة وفي كل مقابلة. لم يكن لدى الشرطة شهود ولا أدلة جديدة، ومع مرور الوقت تلاشت خيوط القضية وتجمدت ملفاتها. استمر الأمر على هذا الحال حتى عام 2012، حيث تمكن المحققين من إعادة فتح ملفات القضية مرة أخرى، وأعادوا مقارنة عينة الحمض النووي التي عثروا عليها في مسرح الجريمة بقاعدة البيانات التي أصبحت أكثر دقة وشمولية، وكانت النتيجة صادمة. برز اسم جونيل روبن أمام أعين الشرطة، وكانت نتيجة الاختبار متطابقة بنسبة 100%.
كان جونيل روبن في 18 من عمره عندما قتلت بريندا. استجوبته الشرطة في حينها لأنه كان على صلة بأطفال ليندا. لم يكن جونيل يهتم لأي شيء، وخرق القانون كثيرا، وكان سجله مليء بالتجاوزات والجرائم. في الحقيقة عندما عاود المحققين رؤية التسجيلات التي قامت بها الشرطة لاستجواب المشتبه بهم، رأوا أنهم بالفعل استجوبوا جونيل حينها، وكانت لديه في ذلك الوقت خدوش على رقبته. وبالفعل أحد المحققين ظن أنه ربما حصل على تلك الخدوش والندوب من بريندا، بما أن جسدها بالكامل كان مغطى بخدوش مماثلة. وعند سؤاله عن تلك الخدوش قال جونيل: تم استجواب شانيل حينها، ولكنها قالت: Would you remember if you and him would have scratched him or cut him in anywhere around the neck or with your fingernails maybe? I honestly can't remember. في حين سؤال ليندا عن جونيل ذكرت أمرا مهم. He had pulled a little knife out and we made him leave because I don't believe my baby was just 4 years old and I don't play that. They come for trouble, I run their ass. بعد إثبات أن عينة الحمض النووي في مسرح جريمة تعود إلى جونيل، علم المحققين أن جونيل تم اعتقاله بتهمة العنف المنزلي أو العنف ضد شريكته، وحاولوا حينها استجوابه أكثر بشأن قضية بريندا. لقد علموا أنه يعرفها جيدا، وأنه يعرف أكثر بكثير مما يقوله لهم، وبالفعل تم اعتقاله بتهمة قتل بريندا كذلك. تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى وتهمة الاغتصاب العنيف ضد جونيل حينها، وحاول جونيل الإنكار وقال إن هذه العينة ليست له. حينها تواصلت الشرطة مع ليندا دوبونت وقالوا لهم أنهم بحاجة لحضورها إلى مخفر الشرطة. كانت ليندا قلقة ولم يخطر ببالها أنه أمر متعلق بقضية شقيقتها. عندما وصلت ليندا قالوا لها أنهم قد اعتقلوا جونيل روبن بتهمة قتل شقيقتها بريندا. حينها تنفست ليندا الصعداء وقالت: أخيرا اقتنعتم وقبضتم عليه بعد مرور 24 عاما. علمت الشرطة حينها ما حدث في تلك القضية، حيث دخل جونيل إلى شقة بريندا عن طريق النافذة مستخدما سلم. بعدها اغتصب بريندا بوحشية وطعنها عدة طعنات باستخدام السكين الذي كان يحمله، وبعد ما انتهى وقتلها خرج مجددا من النافذة كما جاء. وصلت القضية إلى أيدي القضاء، واستمرت المحاكمة لفترة تم فيها وضع كل الأدلة والبراهين أمام أعين القاضي وهيئة المحلفين. وفي 27 يناير 2016 وبعد مداولات استمرت لقرابة ساعتين، وجدت هيئة المحلفين أن جونيل روبن مذنبا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. كان يظن جونيل أنه سيستطيع الفرار من تلك الجريمة بسهولة لأنه مر عليها زمن طويل، وأن هيئة المحلفين ستقول إنه غير مذنب، ولكن وليحس الحظ لم يحدث هذا. بعد 22 يوما من إصدار هيئة المحلفين لقرارها، أصدر القاضي حكمه النهائي بشأن جونيل روبن، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غدا.